هادو افارقه منوضينها مع البوليس، وحتى هادو افارقه منوضينها مع البوليس. هادو مهاجرين جنوب الصحراء منوضينها حيت بغاو يفارقوهم، وهادو مراهقين من مدينه سلا كيضربوا القوات المساعده بالحجر. بزاف منكم صيفطوا لي باش ما هضرنا على المهاجرين اللي بغاو يجريو علينا من بلادنا وباللي بغاو يخرجونا من المغرب ويحتلوها هما. ولكن قبل ما نبداو في هذا الموضوع غنفكركم باش ديروا لايك للفيديو، ديروا شايق زفير، خيو لي راسكم وحلوا معايا عقلكم. والا كنتوا اول مره غتفرجوا في هذه القناه ما تنساوش انكم ديروا سبسكرايب باش توصلكم شي بركه الفيديوهات. المره الثانيه عيد راه نقطعوا الطريق فين البوليس حتى واحد ما كاين. الله يدير الشباب على الفوس، الله يدير عارفين السميات وعارفين الديور. عيطوا لنا لا بيجي عندنا السميات وعندنا العناوين نمشيو لهم ديورهم. راه شي بزاف علينا، راه جنايات الشريف اللي عندها ولدها تبكي على ولدها في الثاني. هذا الباشا ديال مدينه سطات كاعي وكيطلب الدعم ديال البوليس باش يجيو يتدخلوا على وجه السرعه، والسبب اعمال الشغب والفوضى اللي داروها البراهش والشعالات اللي منوضين لدرجه فاش دخلوا عليهم غيبداو يضربوا القوات المساعده. ونقدروا نقولوا انه السلطات عاشوا الرعب ليله عاشوراء في المغرب كامل، وهذا الشيء بسبب الدراري الصغار اللي كيشعلوا العافيه في الروايض وسط من الشارع وكيزيدوا عليها الماء القاطع، الشيء اللي كيخلي رجال الاطفاء يجيو دغيا. حيت المشكل انهم كيخافوا ولا توقع شي كارثه انسانيه مع بنادم اللي مكلخ، واللي فاش ما كتقنعوش العافيه ديال الروايض اللي بالمناسبه كيبداو ينقزوا من فوق منها حتى الدراري الصغار كيوليو يجيبوا بوطه صغيره ويلوحوها الوسط حتى كتسمع الصوت ديال التفرقيع تكون غير كاينين في ايران. وغير عامين هادي هادشي بالضبط اللي كان وقع في سطات نيت فاش الدراري لاحوا بوطه وما الدري في عمره 17 عام وبزاف مشاو في حاله خطيره. وهذا الشغب كل عام كيتعاود، وخصوصا في سلا والدار البيضاء اللي كانوا فيها مواجهات شرسه بين كل المراهقين والدراري الصغار. فمثلا في جديده البراهش ما كفاوهمش البنوات وهما يقصدوا البركاسات شعلوا فيهم العافيه، ومع كانوا طالقين لهم الشعبي الدراري ولاو يشطحوا ويزيدوا يشعلوا في البركاسات اللي ساويين 70,000 ريال ولا اكثر وكيحرقوهم غير من اجل متعه بريئه ديال اطفال ابرياء. بني ملا المسؤولين فيها ما نعسوش فين ما يشعلوا يجيو يطفيوها ليهم، وهي نفس الحاجه اللي وقعت في كازا. ولكن سلا طلعوا النيفو كثر وبداو يفرقوا القراعي على القوات المساعده ويضربوهم بالحجر لدرجه انه بزاف من اعضاء القوات تقاسوا وتضربوا في رجليهم. والمشكل انه في الاحياء بحال ديال سيدي موسى والزناقي اللي قرابين ليهم الدراري كيبداو يديروا تحديات ديال شكون غيدير شعاله احسن من الاخر، وباش يربحوا التحدي يقدروا يستعملوا اي حاجه باش يبانوا هما اللي واعرين. عرفتوا الدراري هنايا داروا شعايله ديالهم، جابوا البلوات وجابوا العلم. ما خاصناش نديرو انا علاش اخويا؟ هادشي راه كيجبد المشاكل. لا اخويا بغينا هادشي، بالعكس اخويا عاشوراء الاجواء زوينه، الدراري مقبوينه ويا شاف كاين الدراري ضاحكين ناشطين. واخا كانوا المخزن وكانوا كل زنقه حاطين فيها جوج ديال المخزن وعاد شي دوروا الصفيطات وشي دوروا كذا، ورغم ذلك شعلوها اليوم الدراري عندنا تبارك الله تيطيروا. وبعد المره شي دحومات تيطيفوا مع بعضيات وبابلوا الكرناد والمقاطع وكذا وتتشبك. المهم داز اجواء زوينه ديال عاشوراء. وضروري هادشي هذا ما غادي يكون حيت الدراري عندنا شعبيين، الدراري ديالنا خاصهم يتنقدوا حيت اطفال زوينين ظريفين غزالين مؤدبين ولاد عائله. طبيعه الحال هاد الدراري مؤدبين وزويونين ومظلومين وولاد عائله وغير ساعات ولا وصافي، غير باش تعرفوا لاي درجه اننا مطبعين مع العنف وحنانين وظريفين كثر من القياس في الحوايج اللي كيخرجوا علينا. وداك الشيء علاش غير واحد عامين نيت في سيدي موسى واحد المهاجر افريقي اللي ولا كيحس براسو ولد المنطقه حتى هو غادي يشارك في هاد الالعاب وغيزعموا باش يلوح بوطه صغيره، والنتيجه ان بنت في عمرها 5 سنين غتموت من بعد ما طار عليها ترفض البوطه. الشغب اللي في ولاد البلاد فين يبان مع المهاجرين، هادو غير طلبه ديال الفاس وهز ديال الحجر كيشيروا به البوليس، وهادو مشجعين فرقه مغربيه منوضينها بيناتهم بالسيوف الله يخليكم وسط احياء سكنيه. والسؤال ديالي هو لفين غادي نصيفطوا هاد الناس؟ الحباسات راه عمرو، البوليس راه دايرين خدمتهم وكيشدوهم، كيفاش غنتعاملوا مع هاد الكارثه الاخلاقيه وقله الوعي والتربيه ديال الشعب هو الاول. ولكن هادشي كامل ماشي مهم، المهم هو هاشتاغ لمهاجري جنوب الصحراء. اول حاجه قبل ما نهضروا على هذا الموضوع بغيت غير نفهم الناس اللي كيقول لك باغيين يجريو علينا من بلادنا ويوليو هما بلاصتنا، كيفاش كتفكروا؟ واش حسب لكم انه بهذه السهوله اجيو شد البلاد؟ كنتو كتقولوا غير ان هاد الناس خاصهم يتحاسبوا ندوزوها، ولكن باش تقولوا انهم غادي يحتلونا فراه هذه شي حاجه اللي ما كيقبلهاش العقل ومستحيل توقع. اول حاجه كيخصنا نفرقوا بين المهاجرين الغير قانونيين والقانونيين، واللي كيجيو للمغرب وكيخدموا فيه ويخلصوا الكرا ديالهم ويقراو ويخدموا، وبالتالي غنفرقوا ما بين هذه الفئه والناس اللي فعلا كيديروا الشغب. مجموعه المهاجرين من مختلف دول افريقيا في المغرب سواء اللي هاجروا بطريقه قانونيه او لا العكس كيتراوح ما بين 70 حتى ل 200 الف مهاجر، الاغلبيه ديالهم عيالات من دول بحال مالي، بوركينا فاسو، غامبيا، غينيا، الكاميرون والكونغو وبزاف اخرين. عدد كبير اللي خلى المغرب في 2014 يدير سياسه بهدف انه يدمجهم وسط المجتمع ويعطيهم بطاقه الاقامه. هو نموذج لمهاجر من جنوب الصحراء نجح في تحقيق احلامه بالمغرب وتاسيس شركه تعمل في مجال الاستشارات مع مؤسسات
إفريقية وأوروبية عديدة، بعد أن ركم خبرة كافية في المجال من خلال اشتغاله بمؤسسات دولية مختلفة لأكثر من 20 سنة. لا يمكننا فعل شيء حتى إذا رغبنا في الذهاب إلى وكالة عقارية ليس لدينا بطاقة إقامة، ليس لدي ولا لدى غيري الإمكانيات من أجل كراء مسكن بمفردها. نشتغل بمقابل مادي زهيد يوفر كل واحد منا 200 أو 300 درهم شهريا، إذا يلزم 7 أشخاص لكراء بيت بمقابل يصل ل 1500 درهم. السنغالي ليس عنيفا، لا نحمل حقدا ولا ضغينة لأحد، ننبذ العنف، نحن مسلمون مثلكم. أمور كهذه تقع باستمرار، لم يكن حادث مقتل قريب الأول من نوعه. صحيح أن الاعتداء علينا لا يصل دوما إلى حد القتل كما حدث ليلة الجمعة، لكننا نعيش باستمرار حالة من الخوف على حياتنا وعلى ما نملكه. يومان قبل الحادث تعرض صديقي وهو من جنسية إيفوارية لسرقة هاتفين نقالين ومبلغ مالي يقدر ب1000 درهم. 4 سنوات استقر يحيى بالمغرب قادما من دولة الكاميرون. اليوم يحاول الاندماج داخل المجتمع المغربي بشكل كامل، حيث يتابع دروسا في اللغة العربية، لا سيما وأنه قدم مؤخرا طلبا لتسوية وضعيته القانونية. بالنسبة ليحيى هناك العديد من الأمور الإيجابية التي تحققت بفضل سياسة الهجرة التي ينهجها المغرب. لقد قدمت طلبا للحصول على بطاقة الإقامة وأتمنى الحصول عليها والاندماج بشكل كامل داخل المجتمع المغربي. المغرب قطع أشواطا كبيرة في سياسته المتعلقة بالهجرة، ونستفيد اليوم نحن كمهاجرين من نصائح وإرشادات تقدمها لنا منظمات حكومية وغير حكومية. المغرب كيحاول بجميع الطرق يمنع المهاجرين الغير قانونيين من انهم يدخلوا، ماشي حفاظا على المجتمع، وانما بحكم انه موقع بزاف الاتفاقيات مع كل من اسبانيا وفرنسا اللي كيحطوا الزبابل ديال الفلوس باش المغرب يمنع هاد المهاجرين انهم يمشيو لتما. ولكن نهضروا بالعقل، علاش المغرب مخلي هاد الناس وما قدرش يلقى لهم شي حل باش يرجعهم لبلادهم؟ في الحقيقه كاين بزاف ديال الاسباب، من بينهم انه المغرب يلا في 2017 رجع للاتحاد الافريقي وكيحاول يتعامل مع هاد القضيه ديال الهجره غير بالسياسه، خصوصا وانه بزاف د المهاجرين فاش كيجيو اما بالعاني كيتلفوا الوثائق ديالهم اولا بصح كيمشيو ليهم، وهذا الشيء كيصعب على المغرب انه يرجعهم للدول ديالهم اللي كيرفضوا اصلا انهم يستقبلوهم بحكم انه ضروري خاص تكون عندهم كارت ناسيونال. وهذا الشيء كيعاود يزيد عاوتاني مره اخرى يصعب على المغرب انه يقاد لهم باسبور والوراق اللي خصهم باش يسافروا. زيد على هذا الشيء ان المغرب راه هو اللي كيتحمل المصاريف والتكاليف ديال السفر ديالهم، وكيف ما عارفين المغرب تجيه حتى الفلوس كيخدم بالمنطق ديال اعمل نفسك ميز. ومن غير هذا الشيء فالمغرب عنده التزامات انسانيه وقانونيه، لانه في 1990 صادق على الاتفاقيه الدوليه لحمايه جميع حقوق العمال المهاجرين والعائلات ديالهم، وهذه الاتفاقيه كتمنع الطرد الجماعي. وقبل من هذا الشيء في 1951 وقع على اتفاقيه جنيف اللي كتخص اللاجئين وكتمنع الطرد ديال اي واحد معرض للخطر في بلاده. وبالتالي المغرب كيخصو يتاكد انه هذوك المهاجرين راه ما كاينش خطر على حياتهم عاد باش يقدر يرجعهم. ولكن مالي كيف ما عارفين كاين فيها صراع وعدم استقرار في المنطقه بسبب الحرب اللي كاينه ما بين الجيش والمتمردين والجماعات المتطرفه، وهذا الشيء مباشره بعد ما فرنسا خرجت من عندهم. بوركينا فاسو من اكثر الدول اللي كتعاني من الجماعات المسلحه لدرجه انه الاف الناس اللي عايشين في الباديه تهجروا منها اولا تقتلوا. ونفس الحاجه كاينه في السودان الجنوبي والكونغو في شي بلايص، والنيجر والكاميرون ونيجيريا. غينيا وغامبيا والسنغال وساحل العاج ما عندهمش جماعات، ولكن حرفيا بنادم كيموت بالفقر والجوع عندهم. وهذا الشيء علاش المهاجرين الغير قانونيين كيجيو للمغرب ماشي باش يسكنوا فيه وانما باش يحرقوا اوروبا، والجزائر الله يخلف عليها كتخليهم يدوزوا للمغرب باش حنا نوحلوا فيهم. وهذا الشيء بحكم انه ما كاينش تواصل وتنسيق امني بيناتنا. نخليو هذا الشيء كامل على جهه ونشوفوا الانتهاكات حقوق الانسان اللي كان دار المغرب هذه واحد 3 سنين، حيت بحكم انه المهاجرين كيجيو بالجهاله في واحد المنظر اللي كيخلع وكيتحداو البوليس. في 2022 بالضبط اكثر من 2000 مهاجر جاو دقه واحده حتى غيصدقوا واقعين اشتباكات اللي تسببوا في الموت ديال اكثر من 38 واحد وتقاسوا فيهم 70 مهاجر وتضرب 140 بوليسي. وهذا الشيء جبد المغرب الصداع مع الاتحاد الافريقي واللجنه الافريقيه لحقوق الانسان وبزاف د المنظمات الدوليه. ولكن المغرب قال انه السبب د الموت ديالهم هو انه تخنقوا لان داك الشيء كان مزير وعاد الصهد. زيد على هذا الشيء انه كان دفيع وشي كيطيح على شي، وبصح المنظر كان صعيب بزاف. ولكن في الاخير من بعد ما داروا تحقيق كبير ما لقاوش انه المغرب متورط في التصفيه ديال هاد الناس، واصلا اللي تقاسوا من البوليس كانوا اكثر من المهاجرين. المشكل ان المهاجرين فاش كيجيو كيتجمعوا في بلاصه واحده وكيكونوا مجموعات وكيبداو ياكلوا ويطيبوا وينعسوا في الزنقه ويجريسيو بنادم، لدرجه انه محطه ولاد زيان هي اكثر بلاصه كتعاني معاهم مجموعين كيبداو يتحاماو حيت يحسب لهم باللي راه حنا حاقدين عليهم وهما اصلا راه حاقدين غير بوحدهم ومنويين. وفي الرباط هذه عامين نوضوها في حي التقدم في الرباط وبداو كيضربوا بالحجر في الوقيته ديال الفطور في رمضان. والمشكل انه البلايص اللي كيمشيو ليهم اصلا المغاربه وكيكونوا مهمشين فيهم، فكيبدا الكريساج يزيد اكثر ما هو كاين. وكيف ما عارفين فاش كتكون وسط واحد المجموعه كتولي الزعامات كثر. وهنا فين كيختلف الشفار المغربي على الشفار اللي غير مهاجر، ولكن درجه العنف راه كتبقى هي. وهانتوما غتشوفوا روبورتاج ديال ساكنه التقدم اللي كانوا كيعانيوا من الكريساج واللي غيشاركوا فيه لا المغاربه ولا
الافارقه المهاجرين، حيت الفئات بجوج بهم كيتدروكاو وكيجهلوا. التقدم حنا ساكنين فيه من القديم الزمان، وكنا حتى والدينا سكنوا فيه تقريبا فوق 60 عام 70 عام، كان تقدم مزيان حتى طلع واحد الجيل. هذا الجيل هذا كاين اللي ما قاريش، كاين اللي مسكين متشرد، كاين اللي ما عندوش والديه، كاين اللي في الخيريه، كاين اللي هاد الانواع هادو هما اللي مالوا لهاد الطريق ديال الكريساج ديال، وما يقدر حتى شي واحد يدخل في هادشي لان الناس كيهضروا ابيض. عندي في الدار تنتعاملوا معاهم زوين، تنطيب نذوقهم، قال لي مدام ديالي حامله كنعطيها، تيطلع شي واحد في عائلتي يطلب لي يعطيوني الفلوس الله يرحم والديكم، وعائلتي يسولوا عليهم ناس ظريفين تيجبدوا لي تيجبدوا السيوف 14 تيصايبوا عندي الماحيه، قال لك وانا ما فراسيش ما تخلونيش ندخل. من 77 ولا 76 وانا في التقدم ما كانش بحال هكا، كان التقدم مزيانه ما كانش هادشي، ولكن هادشي جرى به العمل. هاد السنين المؤخره جرى به العمل. وشنو اللي كان اللي داير دابا هادشي كامل؟ هادشي كله على قله العمل. دابا بنادم ولا فاهم ولا فهادشي ديال لاضروك اللي تيدير الغبره ها الكينه ها القرينه الكحله، هذه هي اللي خرجت عليهم. اصلا دوك البلايص اللي كيمشيو يعشوا فيهم كيكونوا مناطق فقيره، الشيء اللي كيسهل السبه باش تولي، وهذوك البلايص هما اللي خصهم يتزيروا ويمنعوا الناس من انهم يتجمعوا باش ما يزيدوش يدصروا، لانه في الاول والاخير اللي كيعانيوا من هذا الشيء راه هما الاحياء المهمشه اللي من هب ودب كيدير فيهم ما بغا، وكيوليو الساكنه يعانيو بشكل مباشر مع المهاجرين اللي فعلا كيلقاو سيبه، وحتى مع اولاد البلاد. ولو انه الكريساج ينقص، ولو ان البوليس يتدخل ويدير خدمته. اش ما تيوقع لك هنا الله يجازيك؟ قضيه يعني وقضيه الكريساج. شكون هادو؟ قالوا لنا عطينا ديالو ما عندناش، قال لك لا عطيني 100 ريال على الفيديو. هادو الطريقه راه ما صور ماشي فيديو. اش راه ما غادي اجا صاحبي حنا عيطنا على البوليس. من حق الناس يطالبوا بالترحيل ديال هاد الناس، كيف ما من حق الاوروبيين يطالبوا بترحيل المغاربه اللي كيديروا الشغب، وخصوصا فاش كتشوف ان هاد الحرب كامله داروها مغاربه غير من بعد ما ربح المنتخب ضد بلجيكا في كاس العالم، ونفس الشغب تكرر في امستردام لاهاي روتردام، لدرجه ان البوليس ما بقاو عارفين ما يديروا معاهم. وهنا بزاف د البرامج غيهضروا على اي درجه ديال العنف وصلوا ليها المهاجرين، وبداو كينتقدوا السياسه ديال البلاد اللي كتسامح مع هاد الناس. واش هاد الناس كون كانوا في بلادهم كانوا غيزعموا يديروا هاد الشغب كامل؟ وعلاش حتى كيهاجروا عاد كتزيد فيهم الغزا؟ للاسف كيداروا حوايج زوينين في بلادنا، ولكن باقي خاص بزاف ديال الخدمه، والاكثر من هذا الشيء انه المواطن كيهضر غير في بحال هذا الشيء اولا في الحرب ديال غزه. طبيعه الحال ماشي عيب انك تهضر اولا تدافع على ناس اخرين اللي كيعانيو، ولكن في نفس الوقت بلادنا حتى هي فيها بزاف ديال المشاكل اللي ما كيهضروش عليها المغاربه، ما حدهم ما تقاسوش مباشره. علاش ما يدارش هاشطاغ الماء والكهرباء للجميع، ونضمنوا مع المغاربه والساكنه ديال الحوز اللي في هذا العز ديال الصهد والحراره باقيين ساكنين في الخيمات د الميكا. تا الناس حرفيا بنادم كيعاني من العطش وما كيلقى ما يشرب. اقليم وزان عندهم مشكل كبير وكبير بزاف مع الضوء. 400 بوطه كنتي خاوي، الا جاك تعمروا 30 300 يطرو 300 يطرو باش نتباع وكتجي على 4 ايام. اللهم انا نذكرك السيد العامل الله يرحم الوالد ديالك، اجي تجيب الحنا الله يجازي بخير، تجيب الحنا حنا نضيعوا بالعطش 48 درجه الحراره. وبهكذا كنكون وصلنا لاخر الحلقه. نتمناو نديروا هاشتاغات على هاد الناس ونهضروا عليهم اكثر ونوصلوا صوتهم، لانه كيف يعقل في 2025 وبنادم عنده مشكل في ابسط الاساسيات؟ ما حدك مغربي فراك خصك تدافع على المواطن المغربي ولو انك ما تكونش مضرور. لا يعقل انه في ناس كيفرقوا عليهم الماء مره في السيمانه وما كيكفيهمش اصلا باش يعمروا الليترات اللي غيكفيوهم. الدواوير اللي كاينين في اقليم وزان يقدر تقطع عندهم الضو حتى لسيمانه كامله، في الوقت اللي في دوار الخربه والنواحي بقى عندهم الضو مقطوع لمده 20 يوم. اللحم شريناها داروا فينا الناس خير، شريناها راه خسرت في الثلاجه طافيين، الضوء طافي على مرا مشله، المجتمع كيعاني بزاف د الحوايج. حنا كنطالبوا غير يجيبوا لنا الماء، يجيبوا لنا الضوء، يجيبوا لنا السبيطار، العين ولا مزبله.